السلام عليكم حبابي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا في قناه امينه الركراكيه. اليوم ان شاء الله باذن الله غادي نحضر معكم الكسكسو على حقه وطريقه. الكسكسو بالقمح الكامل وبالاعشاب وبالتوابل، تبارك الله والصلاه على النبي، كيجي رائع. هذا ديال الناس القدام اللي كانوا كيصوبوا هذا الشغل هذا بيديهم ولا حقوا طريقهم، ما كيحتاجوا شيء يجيبوه من برا. الله يرحم من علمنا والله يرحم من ورانا، وحتى انا ان شاء الله باذن الله غادي نديرو لكم في القناه باش كلشي الناس يستافدوا ونبقاو نصوبوا بحال هاد المسائل هادي بيدينا، لان حاجه الماكله من الاحسن نعرفوا اشنو دايرين فيها. شو تبارك الله والصلاه على النبي، هاد القميحه من بعد تكسكسات ولات بحال الذهب، غير بميها وشويه الملح والصلاه على النبي. كل حاجه كنديرها بوحدها، كندير الشعير بوحدو، كندير القمح بوحدو، كندير الذره بوحدها، اللان بوحدو، الكرويه بوحدها، الفوه بوحدها، ومن بعد كنكسكسهم داك الساعه كندير العبار وكنخلطهم. وبغيت نشاركهم معكم ان شاء الله باذن الله. تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش ان شاء الله باذن الله نستافدوا جميع. وهذا تبارك الله راه كنديروا غير نص كيلو، راه كيعطينا الخير والبركه، لانه كيتبرك دائما. الحاجه اللي مخدومه باليد كتبرك بحال شكل الروز. الوقيته اللي كنبغيو نفوروه غنشارك معكم ان شاء الله باذن الله حتى الطريقه ديال التفوار ديالو. بزاف الناس كياخذوه من عندي وكيعيطوا ليا، تيبقاو يقولوا لي كيفاش نديروا ليه، كيفاش انا مفوراه مره واحده. فاش كنكون نكسكس فيه كندير ليه التفويره الاولى، وكيبقى لكم نتوما ان شاء الله جوج ديال التفويرات، وها هو غادي يكون كامل مكمول. ومن طبيعه الحال كنديروا واحد شويه الملحه غير البنه، علاش؟ باش ما يجينا شي مسوس وباسل. وكيبقى لكم نتوما الكماله من عندكم ان شاء الله مع العطريه ديالكم. يلا ان شاء الله باذن الله غادي نشوفوا كيفاش غادي نكسكسوا هاد الكسكسو كل حاجه بوحدها. يلا معايا. كنتمنىكم ان شاء الله الا عجبتكم هاد الطريقه بارطاجيوها مع احبابكم وصحابكم، وما تنسوني شيء في اللايك، واللي بغى عنده شي سؤال يخليه لي ان شاء الله في التعليق. وخليتكم على خير. بسم الله على بركه الله. دابا غنوريكم التكسكيسه ديال الذره. هذه الذره هنا الماء درتو بالماء فيه الملح، وكنديرو هكا وكنبقاو نحكو بشويه بشويه كنفتلوها. كل حاجه فتلتها بوحدها، كسكسو بوحدو، الشعير بوحدو، الذره بوحدها، كل حاجه كنديروها بوحدها. بعد ما فتلتها دابا بعد ما فتلتها كنديرها في هذا الغربال هذا، كنغربلها وكنحكو هاد الحبيبات اللي كيبقاو. بعد ما غربلناه في الغربال الغليظ البوصيار، دابا غنديروه في هذا الغربال الرقيق، وغادي نعاودو نغربلوه هكا. دابا غنغربلوها مزيان. دابا هذا هو الكسكسو ديال الذره، هو هذا، وهذا اللي بقى لتحت داك الدقيق اللي كيكون رقيق كيخرج، وهذا هو الكسكسو هذا. دابا بعد ما كنغربلوه وكناخذوا غير الكسكسو اللي بغينا كنخويوه دابا هنايا ها هو مكسكس حتى نكملوه كامل. عاد غادي نفوروه ان شاء الله. ودابا هاد الدقيق اللي بقى ها هو مرطب شويه، دابا عاوتاني هذا غادي نفتلوه وغادي نزيدو عليه كسكسو واحد اخر. من بعد كنكمل الكسكسو ديال الذره، كندير هاد البرمه والكسكاس، وكندير انا واحد الزيف ديال حياتي. هاد الزيف علاش فيه هاد اللون؟ فورت فيه الفوه. ودابا غادي نبدا نهز هاد الكسكسو ديال الذره وغادي نحطو هكا باش غادي نفورو التفويره الاولى، ومن بعد كيفور كنغربلو هكا. دابا كنغطيه وكنخليه نغطي عليه ضروري، ونخليه حتى تطلع الفوره الثانيه الفوره الاولى، ومن بعد كنهزو نغربلو. من بعد ما فار الكسكسو ها نتوما كتشوفوا ها هو طلع الفار. دابا صافي غادي نهبطو نخليه يبرد. من بعد غندير ليه هكا حتى يبرد مزيان، عاد نغربلو، وهذاك الساعات غنشمشو حيد البخار. دابا بعد ما برد غادي ندوزو في البوصيار. دابا بعد ما غربلتو ها نتوما ها هو الكسكسو، وهاد القويرات اللي بقاو هادو كنحكهم بحال هكا، كنحكهم باش حتى هما كيهبطوا هكا. بابي، وهذه هي النهايه ديال الكسكسو. المهم مني فورتو غربلتو، ودابا كنحطو نيبسو مزيان في الشمس، وكنعاود ندوزو من البوصيار، ومن بعد داك الساعه راه كنباليوه
وكنكون النهايه ديالو. وهكا درت الشعير، درت القمح، درت الإلان، درت الفوه، بحال هكا كل حاجه كنديرها بوحدها ومن بعد كنخلطهم. وهنايا هذا الكسكسو بوحدو، هذا غير القمح مفتول بالنخاله ديالو، كل حاجه كنكسكسها بوحدها وكنشمشها بوحدها. وهذه الفوه، هذه الفوه راه مزيانه بزاف بالنسبه للناس اللي عندهم فقر الدم وعندهم ديك السخفه، راه كتكون زوينه. هذه الفوه حتى هي كسكستها بوحدها، طلعتها على شويه النخاله ديال القمح. وهذا الحباب ديالي هذا إلان هو اللي مزيان المخ ديال العظم. سبحان الله العظيم، اي واحد مهرس الله يحفظ ولا مفدوع ولا كياخذ إلان. هاد إلان مزيان بزاف الفوائد ديالو. هذا طحنته وغربلته وحتى هو وقفته كسكستو على النخاله ديال القمح. كل حاجه كنديرها بوحدها ومن بعد كنجمع، كندير كسكسو الخماسي وكندير كسكسو الثلاثي. وهنايا بعد ما كنشد هاد سميتو الكسكسو كله كنكسكسو وكنفورو، كنحيد منه هاد الغليظ. ملي كنفورو كندوزو في البوصير كيعطيني هاد الغليظ، كنقولوا ليه بركوكش. هانتوما دابا هذا راه فيه القمح وفيه إلان وفيه الفوه. هذا بركوكش رائع للناس القدام اللي كانوا كيديروه كيطيبوه كيجي غزال، يا اما كيفطروا به ولا كيتعشاو به. دابا هذا بركوكش ثلاثي فيه ثلاثه الحاجات حبابي. وهذا هو الكسكسو بعد ما كرم يبس مزيان. هذه الذره هي هذه. وهنايا خلطت قبل ما نشارك معكم، سمحوا لي لان تخلط تفكرت تصوار. هنايا درت الشعير، هانتوما كتشوفوا الحبيبات الصفرين ديال الذره، وكاين الكرويه وكاين الشعير وكاين القمح. عاد هذا الخماسي اللي فيه 5 ديال الحاجات. انا خلطته دابا كندير كيلو من الحاجه، كيلو قمح، كيلو من ديال طحينه الكرويه. ما كنديرش بزاف لان علاش الكرويه كتكون حاره مره، كندير غير واحد شويه منها. كيلو ديال الذره، كيلو ديال الشعير، كيلو ديال القمح الكامل. والذره كندير واحد النسبه بحال مثلا ديك الكرويه كندير 4 في الكيلو. وهنايا هذه هي الفوه اللي درتها بوحدها، غنوريها لكم دابا في لومبالاج. هذا الكسكسو الثلاثي اللي صوبته ودرته في لومبالاج. هذا الكسكسو الثلاثي، هانتوما كتشوفوا، هانتوما الحبيبات اللي قلت لكم ديال الفوه وديال القمح الكامل وديال إلان والخميره البلديه. هنايا يلا صوب دابا هاد الثلاثي. دابا غادي نمشي نصوب ان شاء الله الخماسي. وهذا بركوكش اللي كيبقى ليا من بعد كنغربلو، كيبقى ليا هذا بركوكش ديال الثلاثي. شفتوا الحبيبات كبار. هذا ما كنديروش كسكسو، كنديروه بالبصله وبالحليب وكنشربوه في الليل ولا في الصباح. وهذا الشيء اللي كاين حبابي. وهذا هو المنتوج ديال التعاونيه ديالي حبابي. وهنايا ساليت الكسكسو الخماسي كما كتشوفوا هو هذا. هانتوما الحبيبات ديالو راهما ملونين، كل حبه في اللون. وهذا هو الشعار ديالي ديال المحرط. بعد ما كملت الكسكسو الثلاثي دابا درت هذا الخماسي هذا وبغيت نشاركه معكم. هذه هي الطريقه ديال الكسكسو، كيفاش كنخدم كل بياسه بوحدها. يعني الذره بوحدها، الشعير بوحدو، القمح بوحدو، إلان بوحدو، الكرويه بوحدها، كل حاجه كتكسكس بوحدها على حقها وطريقها.